ايه اللي بيحصل في السودان؟ سؤال مهم وكبير وهنحاول الإجابة عليه ونحلل الواقع اللي بيحصل هناك. لو مهتم تعرف ايه اللي بيحصل في السودان تابع معايا الفيديو للآخر. يوم 15 ابريل العالم كله انتفض على خبر اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الرحمن البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتي. خلونا في الأول نعرفكم ايه هي قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع دي هي ميليشيا اتأسست عام 2013 على يد الرئيس الأسبق عمر حسن البشير، وكان الهدف منها تعزيز الجيش السوداني وتمكينه من القدرة على مواجهة التحديات الأمنية في السودان وخاصة في منطقة دارفور. وفي فترة حكم الرئيس البشير القوات دي حاربت حركة التمرد في دارفور، ولما اتغير الحال في السودان أصبحت القوات دي مرضي عنها وليها علاقات خارجية كويسة جدا مع دول كتيرة، وكان لقائدها الفريق أول محمد حمدان دوجلو الشهير بحميدتي دور بارز جدا في الحملة العسكرية اللي شنتها الحكومة السودانية ضد المتمردين في دارفور. وفي كمان تقارير بتقول ان قواته شاركت في حرب اليمن اللي خلى ليه علاقة طيبة مع دول اقليمية ودول خليجية. بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق عمر البشير في ابريل 2019 شهدت البلاد اضطرابات سياسية وعسكرية وامنية، وبيقال ان قوات الدعم السريع كان ليها دور كبير في اطاحة بالرئيس البشير. فبعدها تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد في الفترة دي. شاركت قوات الدعم السريع في المجلس العسكري وكان قائدها نائب رئيس المجلس. طبعا ده كان حسب الاتفاق بينهم وبين القوى المدنية المعروفة بقوى الحرية والتغيير، واللي كانت الداعم الأساسي للمدنيين في الإطاحة بحكم حسن البشير. بعد كده تم تشكيل جناحين للحكم في الفترة دي، جناح عسكري وكان يتمثل في الجيش السوداني بقيادة عبد الرحمن البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، والجناح المدني اللي بيضم قوى الحرية والتغيير. وطبعا كان في خلافات كبيرة بين الجناحين لكن كان بيتم تسويتها وديا، لكن الأحداث أظهرت تأثير الجناح العسكري في السيطرة على القرارات، وده بيرجع لتاريخ السودان في الحكم العسكري. وكان من المفروض في 11 ابريل الماضي ان بيتم الاعلان عن رئيس وزراء جديد ومناصب سياسية تانية، لكن الاعلان ده فشل بسبب الخلافات على دمج قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني، كما ان عند القائدين كان احد اسباب نشوب الازمة. وبديهيا كده الجانب المدني كان مؤيد حوار الدمج ده، لان من البديهي ان وجود جيشين في نفس الدولة بيؤدي الى مشاكل كبيرة جدا. ونتيجة لكل ده اتطورت الاحداث وبدأت المواجهات العسكرية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ومن المتوقع حدوث احد السيناريوهات المحتملة لنتيجة الصراع ده، هي اما انتصار الجيش وانتهاء قوات الدعم السريع وسيطرة الجيش السوداني على كافة انحاء الدولة، وبالتالي عودة الامن القومي السوداني وعودة الحياة لطبيعتها، او وقف اطلاق النار بعد تدخل الدول الشقيقة في فض النزاع. بالتالي هتبدأ عملية التفاوض حول النقاط الأساسية وهينتهي بدمج القوات الدعم السريع مع الجيش السوداني. أما السيناريو الثالث هو وقف إطلاق النار وعودة الجميع للتسوية مع دخول طرف آخر من القوات السياسية الأخرى وصولا لانتخابات سودانية مستقلة. اللي معقد الأمر أكتر في السودان إن إحنا قدام قوتين عسكريتين ليهم علاقات خارجية كويسة جدا مع دول خليجية ودول إقليمية، ومن المحتمل تلاقي تدخلات خارجية بتدعم أحد الفريقين. في النهاية بنسأل، هل في قوة معينة ورا الصراع اللي في السودان بترفض حكم المدنيين للسودان وهيفضل الحكم في ايد جنرالات الحرب؟ والإجابة على السؤال ده هتكون عند السودانيين نفسهم. من المتوقع ان هيتم حل الأزمة دي قريب جدا لتأثيرها عن الأمن والسلم في المنطقة. بعد كده لازم السودانيين يفهموا ضرورة تشكيل حكومة مدنية خالصة، وغير كده هيكون في فوضى عسكرية وأمنية ما نتمنهاش للبلد العزيز ده.
في النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا. سلام.